زي ما وعدتكم في حلقة النهاردة هعرفك ازاي تكسب فلوس بمجرد ما تشتري الدبلومة بتاعتنا على طول. تعالوا ننتقل مع بعض للشاشة عشان اوريك كل حاجة خطوة بخطوة واعلمك ازاي هتكسب فلوس. زي ما انت شايف كده، اول ما تدخل ويبقى عندك حساب على المنصة عندنا وتشترك في الدبلومة، هتيجي هنا كده وتروح على الكلمة بتاعت لوحة حسابي، وبعد كده هتنزل عند كلمة افيليت داشبورد. الافيليت داشبورد دي هي اللي هتخليك تقدر تبيع الدبلومة بتاعتنا وتاخد عليها عمولة. يعني الكورس اللي انت اشتريته واللي بيعلمك كل حاجة عن الماركتينج، انت هتقدر ان انت تبيعه لناس مهتمة بمجال الماركتينج زيك، وهتكسب عليه فلوس او هتاخد عليه عمولة. وطبعا البيع بالنسبة لك هيبقى سهل، لانك بما انك انت اقتنعت بالكورس واشتريته وشفت المحتوى بتاعه وكمان اتعلمت ازاي تعمل ديجيتال ماركتنج، فانت هتقدر ان انت تبيع الكورس ده لغيرك وتقنعه بيه وتخليه هو كمان يشتريه وتكسب منه فلوس. طب ازاي؟ اول ما نيجي ندوس كده على كلمة افيليت داشبورد، اول حاجة هعملها هقول له become an affiliate، وبكده انت تكون بعت لنا طلب انك تنضم كافيليت للمجموعة بتاعتنا علشان تبتدي تبيع الدبلومة وتكسب منها. طيب اول ما نقبل الطلب بتاعك ده ونعمل لك اكسبت، الصفحه دي هتظهر قدامك ازاي؟ خليني كده اوريك. الصفحه هتظهر قدامك بالشكل اللي انت شايفه ده. هتيجي هنا على افيليت داشبورد برضو علشان تحمل قدامك، وده اللي هيظهر قدامك. دي مبدئيا كده هتبقى الداشبورد بتاعتك. الكرنت بالانس ده هو هيبقى الرصيد اللي في حسابك دلوقتي. التوتال ايرنينجز دي الفلوس اللي انت كسبتها على مدار شغلك او على مدار بيعك للدبلومه. التوتال بيد دي المبلغ المدفوع بالكامل، والتوتال ريفاندد ده المبلغ اللي تم استرجاعه. تمام. وبعد كده هنا عندك الكوميشن ريت، بيقول لك انت هتكسب 10% على كل طالب هيشتري الدبلومه، او على كل طالب انت هتقنعه يشتري الدبلومه من خلال اللينك بتاعك. وهنا بقى بيقول لك الكونفرجن ريت، يعني معدل التحويل بتاعك وانت قدرت تحول كام طالب. لكن بما انك لسه بادئ فده بالنسبه لك هيبقى يعني كبدايه مش في حاجه، فمكتوب صفر. بعد كده هتلاقي عندك هنا الفيزيتس، معدل الزيارات ومعدل الزيارات بتاعت النهارده. فانا هنا ظاهر قدامي 3 زيارات لان انا كنت بجرب البرنامج قبل ما اوريه لكم وقبل ما اطلع لكم بيه. وبعد كده هنا عندك الريسنت كوميشن، دي الكوميشنز اللي انت كسبتها قبل كده. وبعد كده هنا عندك بقى بيقول لك الريسنت فيزيتس، الناس اللي زارت اللينكات، وهنا بيقول لك اللينكات اللي تم زيارتها علشان تبقى عارف العميل اللي دخل او الطالب اللي دخل على انهي لينكات من بتاعتك. طيب بعد كده عندي هنا الجزئيه بتاعت الكوميشنز او العمولات. لو دوست عليها طبعا كل المعاملات او كل العمولات اللي ليك هتبدا تظهر هنا كده بالترتيب، وكل حاجه بالتفاصيل بتاعتها. الريت ده اللي هو معدل الكوميشن، الاماونت دي اللي هو المبلغ، المنتج اللي العميل اشتراه والتاريخ اللي العميل اشترى فيه، والاي دي بتاع الشراء كمان. وبعد كده هنيجي على الفيزيتس، هلاقي برضو هنا كل الزيارات اللي تمت عندي وتمت على انهي لينك والتاريخ بتاعها كان امتى. ولو جيت هنا على البيمنتس اللي هو رقم 4، هلاقي هنا كده كل المدفوعات اللي تمت، ولكن هنا طبعا مفيش مدفوعات عشان زي ما اتفقنا الاكونت ده لسه معمول حالا. وبعد كده هاجي عند جزئيه مهمه وهي اللينك جنريتور. ايه هو اللينك جنريتور؟ دي اللينكات الخاصه بيك انت، اللي لما الطلاب تخش من خلالها هتخش على اللينك الخاص بيك، فلو اشترى العموله هتتحسب لك انت. فانت هنا لو جيت هنا ده الجنرال يو ار ال بتاعك، لو جيت هنا عملت له كوبي وبعد كده رحت على اي نيو بيج وحطيت اليو ار ال ده وبدا يفتح كده، هتلاقيه فتح معايا البيج او فتح معايا الصفحه الرئيسيه بتاعه الموقع، ولكن مش مكتوب ذا جود اكاديمي دوت سايت بس، في هنا ريفيرال وبيساوي 7، يعني انت الافيليت رقم 7 او ده الكود بتاعك على البرنامج. فلو العميل ده دخل واشترى اي حاجه هيبقى بيشتري من خلال اللينك بتاعك، فانت اللي هتكسب العموله وهتاخد الكوميشن علشان هو اشترى. طيب في جزئيه تانية، لو جينا هنا كده هنلاقي الجنريت كاستم يو ار ال. يعني ايه جنريت كاستم يو ار ال؟ يعني الرابط الرئيسي بتاعك ده بيودي على الصفحه الرئيسيه. طب لو انت عايز توديه على صفحه كورس معين علشان يشتريه، المفروض ان انت هتيجي هنا كده هتروح على كورسات، وبعد كده تبدا ان انت تخش على الكورس ده مثلا يعني، وتاخد كده اللينك بتاع الكورس، تاخده كوبي، وبعد كده تروح هنا على البيج يو ار ال تقوم حاطه، وبعد كده تقوم سايبه، فهيبدا ان هو يحمل معاك. فهتاخد اللينك ده وتبعته للطالب علشان يبتدي ان هو يخش من خلال اللينك بتاعك زي ما انا بعمل دلوقتي. طب في حاله ان اللينك ده ما اشتغلش، يعني هو انا لسه بقول لك اوقات اللينك جنريتور بيغلط، فانا مش عاوزك تستخدم اللينك جنريتور اصلا. طب انا عاوزك تعمل ايه؟ هتيجي كده دي الحته اللي انت عايز تدخل الطالب عليها، هتقوم واخدها كده واخد كل ده كوبي لحد كلمه سايت،
وبعد كده تقوم عامل لها كوبي. تمام؟ فهنا انا خدت كل اللي بعد سايت، يعني كل بعد سايت من علامات او كلمات خدتها كوبي. وبعد كده هقوم جاي رايح هنا على اللينك بتاعي واقول له كوبي، واقوم فاتح بيج جديده او فاتح عندي النوتس او فاتح الواتساب بتاعي، واقوم حاطط كده اللينك ده، واجي هنا من بعد كلمه سايت اخد الحاجه اللي انا عملت لها كوبي، وبعد كده اقوم رايح اعمل لها بيست هنا في اللينك ده. فيبدا ان انا كده عملت كود خاص بيا او عملت لينك خاص بيا. فهنا اصبح الطالب لما دخل على الصفحه دي بتاعه الكورس ده جاي جنبها ريفيرال 7 اللي هو الكود بتاعي اللي هيقدر ان هو يدخله على البيج، ويبدا ان هو يتحسب لي انا، ويتحسب الكوميشن بتاعته لو اشترى العميل ليا انا. فركز معايا في الجزئيه دي كويس. زي ما قلت لك بتاخد كل الكلام اللي بعد كلمه سايت اللي هو اللي انا محدده دلوقتي ده، باخده كوبي، وبعد كده بحطه قبل علامه الاستفهام REF بيساوي 7 اللي هو الكود بتاعي، وبكده الكوميشن بتبدا تتحسب لي. طب تعالى كده نرجع تاني للوحه الحساب ونروح للداشبورد. هلاقي كده اهو الزياره الرابعه اللي انا لسه عاملها اتحسبت معايا وظهر لي اللينك بتاعها تحت هنا. فمهم قوي ان انت تبقى عارف تعمل اللينكات بتاعتك، علشان دي اكتر حاجه هتضمن لك فلوسك، وان العميل لما يخش يشتري هيخش يشتري من اللينك بتاعك، وبالتالي العموله تتحسب لك انت. العموله دي هتقدر ان هي تكسبك فلوس كتير، على الاقل هتكسبك الفلوس حتى اللي انت دفعتها في الكورس. طيب ازاي؟ تعالى كده نرجع تاني للصفحه الرئيسيه، ونبدا نروح كده على الدبلومه بتاعتنا. هنلاقي ان الدبلومه دي سعرها 2000 جنيه. طيب تعالى نحسب العموله بتاعتك هتبقى كام. انا دلوقتي لو جيت قسمت 2000 على 100 فطلع معايا 20 في 10%، يعني انت كل طالب هتجيبه هتاخد عليه 200 جنيه. 200 جنيه دي يعني انت لو قدرت توصل ان انت تجيب 30 طالب بس في الشهر انت كسبت 6000 جنيه. يعني لو بتجيب طالب في اليوم بتكلمه وبيقتنع بيك وبيقدر ان هو يشتري، انت بتكسب 6000 جنيه في الشهر. طيب لو وصلنا بقى لعدد كده، يعني انت مثلا لو هنقول انك بتكلم في اليوم 10 طلاب بس، 10 طلاب في 30 يوم يعني انت بتكلم 300 طالب. خلينا نقول انك من ال 300 دول اقنعت يا سيدي، خلينا نقول مثلا 300، يعني اقنعت مثلا 30% بس من الطلاب دي، يعني 90 طالب. ال 90 طالب دول هيكسبوك 18000 جنيه في الشهر. ده لو انت قدرت تقنع 90 طالب بس. انت لو بتكلم 10 كل يوم يعني بتكلم 300 في الشهر. ال 300 دول لو قدرت تقنع منهم 90 اللي هم 30%، ال 90 طالب دول هيكسبوك 18000 جنيه في الشهر. فده مبلغ يستاهل انك تتعب علشانه وتحاول ان انت تقنع الطلبه. وطبعا هيبقى معاك كل المقومات اللي تساعدك في ده. هيبقى عندك جروب تليجرام بنتابع معاك كل حاجه وبنساعدك في اي حاجه انت محتاجها، جروب تليجرام خاص بالمسوقين اللي بيبيعوا الدبلومه بتاعتنا. وكمان هيبقى في لينك جوجل درايف هتلاقي عليه فيديوهات وهتلاقي عليه تصميمات وحاجات تستخدمها في التسويق للدبلومه. فلو عاوز تعرف اكتر ممكن تخش وتعمل بيكام ان افيليت، وبمجرد ما نقبل تقدر ان انت تقدر تشتغل. عندك اي تفاصيل، عندك اي استفسار، تبعت لنا على الواتساب، هندخلك الجروب بتاع التليجرام، تسال اي اسئله انت محتاجها، وتبتدي تبيع الدبلومه اللي انت لسه مشتريها وتكسب منها فلوس، وتكسب منها فلوس مش قليله ابدا. زي ما قلت لك انت لو اقنعت 90 طالب بس في الشهر، اللي هو انت لو بتكلم 10 في اليوم ده رقم مش كبير، 300 في الشهر اقنعت منهم 90 ده برضو رقم مش كبير، يعني 18000 جنيه شهريا. انا بحاول ان انا اساعدك بكل الطرق علشان تكسب فلوس، فدي فرصتك دلوقتي. اتعب اكتر علشان تقدر تعمل فلوس كويسه. انا زياد سليم، مبسوط ان انت كملت معايا لحد الحلقه الاخيره، ومبسوط ان انا قدرت اساعدك ولو بشكل بسيط علشان تكسب فلوس. واشوفكم في الكورسات اللي جايه. كان معاكم زياد سليم، واحنا هنا في ذا جوت اكاديمي.